حديث الولادة أو الأربع شهور الأولانيين ما ينفعش إن أنا أقارنهم بالكبار اللي لما مثلا يبقى بيكح ولا عنده مغص ياخد كوبايتين ينسون. ده أولا. ثانيا، كمية المية اللي البني آدمين بيحتاجوهم اللي هم الصغيرين برضه في الأربع شهور الأولانيين هم بالظبط كمية المية اللي موجودة نسبتها في اللبن. فلو أنت زودت كمية المية يبقى أنت بتحمل على كلية العيل الصغير بزيادة في المية وأقل في التغذية، يبقى أنت كده بتغش اللبن أو بتخففي كمية المغذيات أو الغذاء اللي داخل لعيلك. بدل ما هو لبن تركيز المية فيه 60 أو 70%، حضرتك خليتي كمية الغذاء اللي داخل للعيل الصغير بإجمالي اليانسون أو الأعشاب دي كمان النسبة بتاعت المية زادت والتغذية قلت. فكرة بقى ان هو ايه، طب ما دي اعشاب ودي اعشاب. انا دلوقتي انا محتاج جرام من اليانسون. هل جرام اليانسون ده انت عارف حضرتك ممكن تجيبيه منين؟ تجيبيه من 5 معالق كبار وتتغلي في لتر ميه. هدي لعيلك ال5 معالق كبار ولتر الميه ازاي؟ امال هيرضع فين وازاي؟ ركزي في الكلام. 4 شهور او عند 6 شهور او عند 9 شهور او عند سنة او سنة وشهرين او سنة و3 شهور او سنة ونص، دي كلها الاعمار اللي الاطفال ممكن تبتدي تسنن فيها. السنان ملهاش ترتيب، مفيش حاجه اسمها فوق او تحت الاول، مفيش حاجه اسمها اللي جوه واللي بره الاول، هي كلها على بعضها. القواطع تبتدي معانا في الاوقات اللي انا بقول لحضراتكم فيها. سنه تطلع تاخد وقتها من شهر واثنين وثلاثه، السنه اللي جايه بعد السنه الاولانيه تتاخر معاكي شهر واثنين وثلاثه، فلا داعي لان حضرتك تستعجلي الاسنان. وصلنا لحد سنة ونص في اي مشكله، السنان لسه ما طلعتش وفيها مشاكل او تطلع بتتكسر او لونها غريب او حاجه، بنلجأ لدكتور الاسنان اطفال. لكن ما غير ذلك فيتامين د حضرتك بتستمر عليه بس بالنسبه لطفلك، لان هو مش محتاجه للسنان بس، هو محتاجه لاعصابه لمناعته لدنيته لحاله. بس كالسيوم يعني الزبادي والسمسم دول يروحوا فين؟ والاكل والشرب الطبيعي اللي المفروض ابنك بياكلهم يروح فين؟ بس صباح الفل. فكرة انك تلاقي طبقة بيضاء على لسان العيل الصغير اللي هي الميلك كوتنج، موضوع بقى ان هي لبن ولا فطريات. بيجوا بعض الامهات يقولوا ايه، اصل احنا عايزين نمسحها وننضف اللسان بتاع العيل الصغير بشاشة وقطنة ومية ونحاول نمسح والكلام ده. ان قدرت مرة او مرتين في اليوم اهلا وسهلا. لقيت طفلك مش قادر يرضع، بيطلع لسانه كتير، متضايق، ما بيعرفش يمسك في الرضاعة الطبيعي، او بيزق الببرونه بلسانه، او فتحت بقه لقيتي المنطقه دي مليانه بقع بيضه والجناب دي كلها مليانه بيضه، لو جربت تمسحيها واتمسحت معاكي اهو الميلك كوتنج دي بواقي لبن ماشي. لو ما اتمسحتش وفضلت لازقه في اللسان اهو بنقول انها بدايه فطريات. برضو بنختلف فيهم، ولكن انا بقول لو وصلت للدرجه ان العيل الصغير مش قادر يرضع او الام وصلت للدرجه انها عندها حكه، يعني الم، مش الم وشكشكه، لا حكه وهرش معاها، يبقى دي بدايه الفطريات. ساعتها بندهن الفطريات دواء الفطريات للام ضد فطريات، وبندهن للعيل الصغير كمان يعني لا مذيب ولا طارد يعني ولا مهدئ للسعال، دول بيتاخدوا اضافي. بمعنى رقم 1، مشاكل المناخير تساوي بخاخات الانف بالنسبه للبني ادمين. الحاجه الالتهابات المزمنه تساوي بخاخات الكورتيزون بعد الغسيل ببخاخات ماء البحر ل2.3 مثلا او 9 اللي هي البخاخات، وياتي تحتها بقى اللي هو النتي بوت اللي هو غسيل المناخير والكلام ده ماشي. فكرة اللي هو على الصدر بلغم، طب معلش، امال جهاز الجلسات سواء كان المحمول الصغير اللي بيطلع بخار بس او الجهاز الكبير برضه اللي بيطلع بخار واحنا اللي بنظبط الجلسات بالنسبه للعيال بس بنعمله محلول بس، راح فين؟ كحه شديده وحراره معناها ان في عدوى، في ميكروب، في عدوى فيروسي، يبقى في مضاد فيروسات، في حاجه رافعه مناعه. طرد البلغم بالنسبه للعيال الصغيرين مش مستحب، وكمان مذيب البلغم اقل من سنه ممنوع. بنسمع كلام كتير بخصوص اصل العيل اللي بيرضع صناعي وجب ان هو يتاكل معرفش بدري او وجب ان هو يشرب ميه بدري، برد واحد بس، هو الصناعي ده مش غذا يعني مش اكل العيل الصغير؟ طيب السؤال التاني، اللي بتتعمل بها دي مش ميه ولا حاجه تانية؟ بس يبقى كده احنا ردينا على فكره الغذا وفكره الميه. طب العيل اللي بيرضع صناعي بياكل امتى؟ حضراتكم هو نفس النظام، الرابع اوله او نصه او اخره، او الخامس اوله او نصه او اخره، او السادس اوله او نصه واخره، ما قبل ذلك وما بعد ذلك ما ينفعش، وما كان في النص ما بينهم بتختلف من عيل لتاني. فبلاش ان احنا نعمم وندخل في التعليقات ونعلق على بعض، واتنين ستات يبقوا الاتنين فاضيين فواحده تمسك لواحده كلمه ويقعدوا يتخانقوا مع بعض. بس انا قلتها جانبي علشان خاطر محتاجين ان احنا نحافظ على المسافات اللي ما بيننا كده بالنسبه لمعلومات العيال الصغيرين والناس تتعلم. فخدوا بالكم من عيالكم. رقم 2، دوروا على المعلومه مره واثنين وثلاثه. 3 وده المهم قوي، يعني ما تستعجلوش على الاكل، هتيجوا تعيطوا تاني.
سواء كان رضاعة طبيعي ولا صناعي، منتظم ولا غير منتظم، عنده انتفاخ ومغص ولا ما عندوش، وبياخد ادوية ولا لا، وبياكل بكتيريا نافعة ولا ما بياخدش. من وقت للتاني ممكن نلاقي الحمام بتاع العيل الصغير: واحد، مختلف في القوام. اتنين، اللون مخضر سنة صغيرة، المهم ما يكونش أحمر. تلاتة، ريحة البومب، صوت البومب وريحة البومب ممكن يبقوا عاليين جدا، بس المهم يعني اللي هو زي الراجل الكبير. طيب، وأخيرا الريحة بتاعتها ممكن تبقى أوفر سنة صغيرة، بس الفكرة إنها لو حمضانة، يعني الريحة بتاعتها أوفر، عاملة زي المتخمرة بزيادة قوي، معلش هنرجع للدكتور، عشان لو بيرضع صناعي أو بيرضع طبيعي محتاجين نشوف إذا كان هيحتاج نقط لاكتيز، ولا هيحتاج ادويه، ولا هيحتاج بروبيوتيك، ولا مش محتاج اي حاجه خالص للاطمئنان. فاحنا بنطمن على بطن العيل الصغير، لكن الاغلبيه زي ما حضرتك قلت ده بيحصل وبيحصل كتير كمان. واطمني. الا حمام البراز، شفت واحده كانت بتشكشك عيلها، وفي واحده تانية نقطت الشمع على رجلين العيل، واحد تالت مسك العيل وضرب، وفي النهايه خلص ولا اي حاجه، العيل بهدلهم. فضل ماسك الحمام لحد ما دخل في امساك، العضله من تحت قفشت بزياده خالص، فبقى العيل عنده امساك. فده واخو مبهدله، ده اولا. ثانيا، هيمسكوه ويضربوه ويعجنوه، وبعدها بشويه لما يتزنق هيبقى ماسك التاب ولا ماسك الموبايل وقاعد عليه وسرح، وانتوا سرحتوا، فتلاقوا الولد الصغير راح حايص الاندر بتاعه، فانتوا اتعصبتوا فقمتوا ضربتوه وعجنتوه. فهي الفكره كلها، بيبقى العيل ذكي، بيبقى العيل حركي، بيبقى العيل محتاج تركيز اكتر، بيبقى العيل محتاج حد يدخل بيه مره واثنين وثلاثه. يعني مش هقول لحضراتكم ان انتم متاخرين، ولكن احنا بنقول على حسب استجابه العيل الصغير وعلى حسب دماغه. فكره بابا وماما بيضربوا، قول لهم اخرة الضرب ايه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، قطعته، عملته ايه وهو عمل ايه؟ فنهدى خالص، وادوله شهر واثنين وثلاثه وسته لحد ما يبتدي ينسى، وابتدوا من اول وجديد بهدوء. يمكن حضرتك ما تكونيش شفتني وانا بتابع ولا بلاعب العيال الصغيرين في الفيديوهات. لما باجي العبهم في اول 3 شهور ونص، ممكن اروح ماسك النونو من دراعاته وابتدي اسحبه بالراحه، عشان خاطر اشوف اذا كان التتبع بتاع الرقبه بتاعته بيسحب معايا ولا لا في ال3 شهور الاولانيين. دي اول حاجه بتعملها. التانيه، واروح ماسك العيل الصغير واحاول اقومه سنه صغيره في الشهر التاني او التالت، فده طبيعي بالنسبه لنا. ده ثانيا. ثالثا، فكرة ان هو بتحاول تقومه، هل هي قومته وعذبته ووقفته وخلته عيط، ولا عيلك الصغير بتجرب معاه ان هو يحط رجليه ويقوم ويقف، وتحاول ان هي بكل حنية تطبطب عليه وتلعبه؟ لا داعي لانك تقلقي، لان انا بقول ان هي مسألة، مش هقولك مسألة خبرة، في حاجات بسيطة كده انا بحب اقول لحضراتكم. العيال الصغيرة يعني ما هياش زي بالنشوفية اللي انتوا قلقانين منها، فسيبوا الامور تمشي واسالوا، وزي ما انت حضرتك سالتي وانا بطمنك.